السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. طبعا يا جدعان لو انتم مش مشتركين في القناه مش محتاج اقول لكم ان انتوا دلوقتي تنزلوا تعملوا سبسكرايب في القناه وفضلش غير 1200 مليون اقوى وقت في القناه. مش مصدق نفسي يا جدعان والله، اقسم بالله يا جدعان ما مصدق نفسي. هنبقى ربع مليون اخ واخت. فيا جدعان والنبي لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي اعملوا سبسكرايب بسرعه يا جدعان. عايزين في الفيديو ده نتم ربع مليون اخ واخت. المفروض ان انا نزلت لكم ستوري على الانستجرام على بيسو توينز، وانتم مش متابعيني هناك روحوا اعملوا لي فولو وتعالوا لي. المفروض ونزلت لكم بوست برضه على المنتدى، قلت لكم استنى انا اظبط شعر القمر ده. المفروض يا جدعان ان انا نزلت لكم منتدى على اليوتيوب هنا، قلت لكم يا جدعان اسالوني اسئله محرجه وهرد عليها في فيديو على اليوتيوب. فطبعا يا جدعان ناس كتير منكم كتبت، فانا يا جدعان المفروض ان انا طالع في الفيديو ده لان انتوا عارفين ان انا ما اقدرش ارفض لكم طلب ولا انزل لكم كلمه الارض، لان انتوا قلبي، انتوا اخواتي، انتوا عيلتي التانيه وربنا. فالمفروض يا جدعان ان انا ناس كتير منكم كتبت، يعني انا مش واخد من اليوتيوب بس او من الانستجرام، انا واخد من الاثنين، يعني منوع من الاثنين. فالمفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هنرد على اول سؤال حد كاتب، هو انت وشاور تعرفوا بعض ازاي؟ هقول لكم يا جدعان اول حاجه كده صلوا على النبي كده، صلوا على النبي كده، خلاص احنا بقينا عيله واحده، ما تتكسفوش مني. قبل ما تتفرجوا على الفيديو اعملوا لايك للفيديو كده وانزلوا اكتبوا كومنت حلو كده عليا افضل الصلاه والسلام، وصلوا على النبي كده تحت في الكومنتات عشان اخد حسنات وانتوا كمان تاخدوا حسنات. اقول لكم انا عرفت شاور ازاي. انا بصراحه انا فنزل شاور من وانا عيل صغير، وده يعني واخده قدوه ليا وبحبه بصراحه. يعني هو دلوقتي هو زي اخويا بالظبط والله العظيم، يعني عمر كاخ كبير ليا. اقول لكم برضه عرفته ازاي، هتسالوا يعني ده مش سؤال مقنع برضه. فالمهم يا جدعان فيديوهاته كانت بتعجبني. عصفوره كانت بتبص عليا بتقول ايه الواد القمر ده، هو من طنطا يعني بيته قريب مني، فعرفت بيته ورحت له تحت البيت زي اي واحد، يعني كاي فانز واحد بيروح لحد مشهور تحت البيت. فالمهم يا جدعان رحت له، كنت اتصورت معاه، كنت فرحان، كنا انا واحمد اخويا بقى توينز بقى رايحين له وبتاع. فالمهم بصراحه اتصاحبت عليه وهو حبنا واعتبرنا اخواته الصغيرين. يعني ده بصراحة أجدع حد أنا شفته في السوشيال ميديا. دي يعني بداية التعارف بيني وبين عمر شاور. اديني رقم عمر شاور والله العظيم ما ينفعش معلش. أنت ليه رحت العمرة وسبت أخوك؟ بحبكم أنت وشاور. فأنت ليه رحت عمرة؟ الحمد لله يعني أنا بحب أراضي ربنا يعني، وحاجة يعني حاجة كويسة إن أنا رحت عمرة. وليه سبت اخوك؟ ده كان مقلب ان انا هربت بره مصر، فما ينفعش ان انا اخده معايا. هو يعني عمل عمره قبل كده. عمر محمد بيقول لي دخلت كليه ايه؟ انا في كليه حاسبات ومعلومات، واحمد اخويا في كليه اداء. انت منين؟ من طنطا؟ انا من طنطا وخلاص يا عم. مرتبط ولا لا؟ برضه عمر محمد كاتب السؤال ده. والله يعني انا ما عنديش وقت للكلام ده، يعني انا مركز في شغلي وبس، ما عنديش انا وقت للفلافه والحب والكلام ده. وعمر برضو محمد يعني ده كاتب كذا سؤال ما شاء الله. عمر محمد برضو عندك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه، 18/6 اللي فات تميت 19 سنه. عمرك ندمت على حاجه عملتها في حياتك؟ انا عمري ما ندمت على حاجه، عمري في حياتي ما بندم على حاجه. لو جالك بنت ترتبط بيك وترتبط وهتحبها ولا هترفض؟ بس لو هي حلوه وبتصلي هترتبط ولا لا؟ والله العظيم يا جدعان يعني انا ما عنديش وقت للكلام ده ولا بفكر في الكلام ده دلوقتي. واحد اسمه زيكا بيقول لي انت مخطوب ولا بتحب؟ انا اسمي زيكا. لا والله يا زيكا يا قلبي. ناوي تعمل ايه الفتره الجايه؟ ناوي اعمل ايه الفتره الجايه؟ بصوا اللي بيقول ما بيعملش واللي بيفعل ما بيقولش. انتوا هتشوفوا انا هعمل ايه الفتره الجايه، بس اوعدكم والله العظيم ان انتوا هتشوفوا حاجه بوم، حاجه بوم. هتشوفوا بقى تطور في التصوير، تطور في المونتاج، تطور في كل حاجه باذن الله. ده بقى من اليوتيوب. هنخش بقى من اليوتيوب شويه. واحد اسمه السيد كاتب اسمك الحقيقي، اسمي الحقيقي محمد شريف شهاب. شاور اخوك، شاور زي اخويا بالظبط، زي اخويا بالظبط، شاور اخويا الكبير. انت ساكن فين؟ في طنطا يا قلبي. يعني هو بصوا كاتب كذا سؤال. اسم اخوك الحقيقي هو ايه؟ احمد برضو، يعني احمد شريف شهاب. يعني ايه الذكاء ده؟ يعني انا ابقى اسمه هو اسم. بتحبنا ولا لا؟ والله العظيم يا جدعان انتوا اخواتي، انتوا ما يعني مش مجرد فانز ان انتوا بتتابعونا او بتتفرجوا على فيديوهاتنا. والله العظيم يا جدعان ربنا يعلم انا بعتبركم زي اخواتنا بالظبط، وان انتوا كعيلتنا التانيه.
يعني اي حاجه بتحصل معايا او بتحصل معانا عموما. فيا جدعان زي ما احنا بندلعكم وبننزل لكم فيديوهات، انتوا كمان دلعونا واعملوا لايك للفيديو ده وانزلوا اعملوا اشتراك في القناه يا جدعان. والله العظيم مش فاضل غير 1000 ونوصل نص مليون. نص مليون ايه طب يا رب يبقوا نص مليون. عشان موقدني يا جدعان. بالله عليكم يا جدعان بس اعملوا لايك للفيديو ده. عايزين من الفيديو ده نوصل 4 مليون اخ واخت. باذن الله نجيب النص مليون والمليون والربع وال100 مليون باذن الله. باذن الله الثقه في اللي نجاح، الثقه في اللي نجاح. طول ما انت عندك عزيمه، طول ما انت عندك اراده، طول ما انت علاقتك حلوه مع ربنا، طول ما انت عندك حابب المجال اللي انت بتعمله او ان انت بتقدمه، والله العظيم صدقني هتوصل. ما فيش حاجه اسمها مستحيل. يعني انا في بدايتي والله يعني هحكي لكم موقف. في بدايتي اول ما بدات اليوتيوب اما كنت بعمل فيديوهات، يعني كنت بقدم محتوى زي اي صانع محتوى بيقدمه. كنت بعمل مقالب وتحديات. كان صحابي زمان يجيبوا الفيديوهات بتاعتنا ويقعدوا يتريقوا عليها، يعني عشان يخلونا ان احنا ما نعملش، فاهمني؟ يعني ان انا لما يتريقوا بقى ان احنا نزعل وبتاع. بس لا والله العظيم يعني انا كنت باخد الكلام ده فعليا ان هو يعني يخليني انجح. لان طول ما انت بتنجح هتقابل صفر كتير. طول ما انت بتنجح الاغنيه دي بتقول مش انا اللي بقول. فالمهم يا جدعان والله العظيم طول ما انت عندك هدف في دماغك وطول ما انت حاطط الهدف ده في دماغك انت هتوصل للهدف ده. صدقني مفيش حاجه اسمها مستحيل. المهم واحد اسمه محمد، هو عمر شاور جاب درع ال10 مليون. لسه يا جدعان ما رجعوش من قيصر بس قريبا يعني هتسمعوا خبر حلو ان الدرع رجع. انت ليه ما ظهرتش عند عمر شاور ولا مره؟ لا يا جدعان ظهرنا، يعني كنا ظهرنا في تحدي صناديق، كنا ظهرنا في فيديو لما مع احمد شاور وعمر برضه كان بالعربيه، يعني الفرق بين الولاد والبنات لما يسوقوا العربيه. وكان فيديو تاني والله ظهرنا يعني في كذا فيديو رمضان واحنا بنعلق ظهرنا في كذا فيديو. انت سافرت وسبت اخوك يا جدعان، ده مقلب يا جدعان عادي يا جدعان. والله انا دماغي طرقان، انا عيل مجنون والله انا عيل مجنون يا جدعان. كده الاسئله خلصت. يعني هو في اسئله كتير بس يعني انا حاسس ان الاسئله متكرره، نفس الاسئله اللي انا رديت عليها. فيا جدعان ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا ريت يا جدعان بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه، لان يا جدعان والله العظيم ما عادش فاضل حاجه على 4 مليون مشترك. وانتظروا بقى باذن الله اول ما نتم 4 مليون شوفوا انا هعمل لكم مفاجاه عامله ازاي. بس انتوا يا جدعان اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. ويا جدعان اي حد عنده اي فكره عايزني اعملها يكتب لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش تروحوا تتابعوني على انستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. ونشوفكم الفيديو الجاي يا اخواتي وفيديو احلى كده باذن الله. مع السلامه.